مستر حسن. انا مصطفى حسن، طالب تانية ثانوي. كنت ما اعرفش يا مستر احل اسئله الكيمستري في النظام الجديد، تنصحني بايه؟ زي حضرتك يا مستر حسن، انا طالبة في تالتة اعدادي. انا بذاكر كويس جدا، بس انا بيواجهني صعوبات في الحل كتير وفي اسئلة كتير. مهما بذاكرها باجي احلها بقى بلاقي يعني السؤال غير اللي انا ذاكرته. لو بيواجهك مشاكل كتيره في الكيمستري والساينس الفيديو ده مهم جدا جدا ليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احبائي واعزائي في كل مكان في الجمهوريه، اهلا بكم. انا مستر حسن محمد، مدرس الكيمستري لمرحله ثانويه عامه لغات، ومدرس الساينس للمرحله الاعداديه. هجاي النهارده اتكلم عن تفاصيل الاونلاين والسنتر والبرايفت عندنا. اول حاجه خالص بالنسبه للاونلاين عندنا، الاونلاين عندنا انا منزل كل فيديوهات سينيور 2 على اليوتيوب بشكل مجاني على اليوتيوب. لو عايز تعرف باقي التفاصيل عن باقي المراحل في الاونلاين ابعت لي على الارقام اللي ظاهره قدامك دلوقتي. فاشتركوا في القناه عشان خاطر يصلكم كل جديد باذن الله. بالنسبه بقى للبرايفت والسنتر، اول حاجه خالص بالنسبه للشرح عندنا، فالشرح عندنا بيكون مبسط جدا بطريقه مبسطه، وما يكونش الشرح كده فيه اتنشن، لا الشرح كده بيكون سهل، وبنرمي مثلا افيه في النص كده عشان خاطر الشرح ما يكونش رخم كده. تاني حاجه خالص بالنسبه للاسئله، فانا بدربك على الاسئله، كل الاسئله بدربك عليها. فانا من ناحيه الاسئله مش عايزك تقلق خالص. في ناس تيجي تقول لي كتير انا ما بعرفش احل اسئله النظام الجديد، فانا مش عايزك تقلق خالص. اسئله النظام الجديد هخليها لك سهله جدا بالنسبه لك، ان انا ادربك على كل افكار الاسئله، بس هتكون بصيغ مختلفه بس. تالت حاجه هنتكلم عليها هي الامتحانات عندنا. احنا بيكون عندنا امتحانين في الحصه. اول حاجه بيكون في امتحان اونلاين قبل ما تيجي الحصه، وتاني حاجه بيكون امتحان في الحصه اول ما تيجي. فطبعا يعني هتذاكر. رابع حاجه هنتكلم عليها هي ولي الامر. بالنسبه لولي الامر بتابع مع ولي امرك في كل حاجه. اذا كان مثلا في درجاتك، وبرسم له كده زي كيرف عن الطالب كان في الاول مثلا كان مستواه ممتاز، بعد كده بقى مستواه بدا يقل. فطبعا هنبعت كل حاجه لولي امرك اذا كان درجات او اذا كان مستواك. بالنسبه بقى لو طالب بياخد مع اي مدرس تاني او من طلاب على اليوتيوب، وقف معاك اي حاجه في سؤال وقف قدامك، فانا مش عايزك تقلق خالص. ابعت لي على الارقام اللي ظهروا قدامك دي، وهرد عليك في اسرع طريقه ممكنه باذن الله. اخر حاجه بقى نتكلم عليها هي، انا عايزك ما تقلقش من اي حاجه خالص. عايزك تحط في دماغك اعمل ما عليك، ادي ما عليك ولا عليك. يعني انت اعمل اللي عليك والباقي على ربنا، النتيجه دي على ربنا. انا كده خلصت، ربنا معاكم ويوفقكم جميعا، ويا رب تحققوا كل احلامكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.